السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. قصة اليوم في كلية الطب في مصر وبالإسكندرية بالأخص. دخلت الدكتورة وسلمت على الطلاب في القاعة وقالت: أي كتاب من اللي أنا أدرسكم فيه تراه لكم مني مجانا. قال أحد الطلاب: ليش يا دكتورة؟ قالت: اسمعوا القصة هذه. تقول قبل 25 سنة كان في واحد اسمه أحمد عبد التواب، وعنده بنت كان يتمنى وهي تتمنى تدخل كلية الطب، ودخلت كلية الطب. يوم من الأيام طلبوا منها الجامعة 350 جنيه حقت قياس الضغط والكتاب، وأبوها إنسان بسيط يكد على باص. راحت لأبوها قالت: يا بابا الجامعة عاوزين 350 جنيه. قال: أبشري يصير خير إن شاء الله. راح لأبوه يكد، يقول ذيك الليلة مطر وحصلت لي واحد كاشخ، يقول وأنا أوقف عند اللي كاشخ ومرسم وتوصلني. قلت: أوصلك اركب. يقول قلت: غريب أنت. قال: والله سيارتي انسرقت. يقول بعد ما ركبت شوي حصلت لي عائلة مسكينة ذبحها المطر وركبتهم. يقولوا حنا نمشي، التفت عليهم قلت: ترى التوصيل آخر الليل مجانا. يقول فرحوا هالمساكين. والرجال اللي راكب جنبي المشخص قال: صادق؟ قلت: اي والله حنا متفق أنا ومرتي وعيالي أن آخر توصيله مجانا لله. يقول انزلوا وقلت: ادعوا لبنتي فاطمة أن الله يوفقها. سألني: إذا وش بنتك فاطمة؟ قلت: هذه بنتي تدرس سنة أولى في كلية الطب. يقول راعي الباص: أنا حاط صورة بنتي فاطمة قدام. قال لي اللي كان راكب جنبي: هذه بنتك فاطمة؟ قلت: هذه فاطمة أحمد عبد التواب. قال: فما الله. ونزل. يقول رجعت للبيت قالت بنتي: ها بابا. قلت: ما حصلت إلا 200 جنيه. يا بابا كم ما سمحت آخر توصيله اليوم؟ قال: لا البركة في آخر توصيله يا بنت. تقول رحت الجامعة وأنا ضايق صدري وباقي لهم 150 جنيه وهذه يترتب عليها أعمال سنة. تقول قعدت في القاعة نادوني: فاطمة أحمد عبد التواب العميد عاوزك. تقول دخلت على العميد قال: أنت فاطمة أحمد عبد التواب؟ قلت: أيوة. قال: أي حاجة يطلبوها منك الجامعة من اليوم حتى تتخرجي تيجي تستلميها من عندي. قال: هذه هدية مني لك. قالت: ليش؟ قال: عشان توصيلة آخر الليل اللي ببلاش، اللي لله ما يضيع. بالنهاية قالت الدكتورة: الآن أعرفكم باسمي، أنا الدكتورة فاطمة أحمد عبد التواب، والسلام عليكم. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.